عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. النهارده هنعمل موضوع زراعي مهم جدا للاخوه المزارعين عن زراعه البطيخ. هنقول لكم على اهم المواعيد. في عندنا 4 مواعيد لزراعه البطيخ. هنقوله لكم على حسب درجات الحراره، وهنقول لكم من درجات الحراره المناسبه لزراعه البطيخ في جميع مراحل النمو بتاعته، ودرجه الحراره في التربه علشان الجذور تقدر تمتص الغذاء كويس فيديك نمو خضري كويس، فيديك ثمر كويس، فيديك اعلى انتاج. ودرجات الحرارة في الجو اللي هو في الهواء، يعني علشان النبات الخضري اللي فوق الجزء الخضري يعني يعيش في جو مناسب. هنقول لكم على درجات الحرارة ديت وفي الكلام ده طبعا في مصر، وطبعا الإخوة في الدول الشقيقة، الدول العربية الشقيقة، اللي عايز برضو يستفيد من هذه المعلومة، ان هو ياخد درجات الحرارة اللي احنا هنقولها اللي هي المناسبة لجميع مراحل زراعة البطيخ، ويشوف عنده تناسب اي شهور من السنة. تمام، لان انا هقول لك مثلا على شهور عندنا في مصر ممكن ما تناسبش من ناحية درجة الحرارة في باقي الدول العربية، لان في دول عربية حارة، وفي دول عربية معتدلة، وفي دول باردة. فانت تاخد درجة الحرارة المناسبة اللي احنا بنزرعها في مصر، اللي هي المناسبة للنبات نفسه، وتشوفها تناسب عندك انه شهر وتزرع فيه ان شاء الله. طيب نخش بقى على المفيد. طبعا محصول البطيخ من المحاصيل بيبقى اللي هو بيستجيب لدرجة الحرارة، يعني بيتحمل درجة الحرارة، وبتختلف درجة الحرارة. أرجو إن أنتوا تركزوا في المعلومة ديت. درجة الحرارة المثلى اللي هي اللازمة للنبات حسب مراحل نموه المختلفة. فهنجد مثلا درجة الحرارة، حرارة التربة، حرارة الأرض المثلى بتتراوح ما بين 15 ل 20 درجة مئوية. خلاص، من 15 ل 20 درجة اللي هي درجة حرارة التربة اللي هي فيها الجذر. وإن لو قلت عن كده بتقل كفاءة طبعا الجذور في عملية اللي هو الامتصاص اللي هو الغذاء والحاجات دي. وكمان ما تقلش. نخش بقى على درجات الحرارة اللي هي في فوق بقى، علشان الجو اللي هو الطبيعي اللي فوق. ما تقلش درجة الحرارة عن 20 درجة مئوية وقت الإزهار والعقد. يعني لما البطيخ يبدأ يظهر كده ويعقد، يجيب يعني بداية الثمرة، ما تقلش عن 20 درجة مئوية. طيب الدرجة المثلى عشان ينضج بقى اللي هو الثمار نفسها، ثمرة البطيخ تكبر وتدي ثمرة كبيرة حجم كويس، فدي ما تقلش درجة الحرارة عن من 25 ل 30 درجة مئوية. دي يعني الدرجات المناسبة جدا وقت علشان البطيخ يستوي. البطيخ الثمرة نفسها اللي بتتاكل تستوي وتبقى كويسة، عايزة درجة حرارة من 25 ل 30 درجة مئوية. دي الدرجة المثلى. وفي عندنا من البطيخ 3 أنواع، ده بخصوص مصر. في نوع اسمه جيزة، ده أعلى نوع وأعلى جودة. ده يعني بيتم تصديره للخارج لأنه بيجيب أعلى سعر وفايدة اقتصادية عالية جدا، ومش موجود بكثرة في مصر. لكن بياخدوه بيصدروه بالخارج علشان بيبقى ملائم للدول الخارجية. في عندنا بقى نوع تاني اللي هو منتشر في السوق المصري اسمه السكاتة. السكاتة ده يعني في الجودة أقل من جيزة. وفي نوع تالت اسمه 010، ده أقل نوع في من ناحية الجودة، برضو موجود في مصر. دي أنواع البطيخ. طيب مراحل بقى النمو دي بتخلينا نختار ميعاد الزراعة في المناطق وطريقة الزراعة الملائمة على حسب بقى الظروف. زي ما انا قلت لحضراتكم ممكن تناسب شهور تانية في الدول العربية الشقيقة. ودلوقتي نخش على المواعيد بتاعة زراعة البطيخ في مصر. في عندنا 4 مواعيد أو 4 روات. أول ميعاد بيتزرع البطيخ خلال اللي هو أشهر فصل الخريف، يعني طول شهور فصل الخريف اللي هو من أواخر، بالتحديد أواخر شهر 8 اللي هو شهر أغسطس لحد أوائل شهر سبتمبر. خلاص، الميعاد ده مهم جدا.
ده بيتزرع فين عندنا في مصر؟ ده بيتزرع في الصعيد، صعيد مصر في الجنوب يعني. علشان بيبقى الجو دافي وبينتج المحصول في اوائل الشتاء، يعني بناخد ثمرة البطيخة نفسها في اوائل الشتاء. وبتنتشر زراعة البطيخ ده في الميعاد ده في محافظات اللي هي قنا وسوهاج وأسوان. وكمان ممكن يصلح كمان زراعة البطيخ، طبعا لما نقول زراعة يعني زراعة البذرة، يعني البذرة نفسها في الأرض. ده كمان بيصلح الزراعة في نفس التوقيت ده في المناطق الجديدة اللي هي زي توشكا وشرق العوينات في هذا الميعاد. طيب نخش على الميعاد الثاني أو العروة الثانية. العروة التانية في مصر بتتزرع خلال شهر ديسمبر اللي هو شهر 12 يعني، حتى أوائل شهر واحد، شهر يناير. خلاص، يبقى طول شهر 12 لحد أوائل شهر واحد. دي بطريقة اللي هي الزراعة اللي هي الخنادق يعني. دي بتتزرع في المنيا والبرولوس والوادي الجديد. وكمان ممكن في التوقيت ده زراعة البطيخ في الأراضي الجديدة بنظام التنقيط، يعني الري بالتنقيط في اللي هي الأنفاق البلاستيك اللي هي في الأجواء اللي هو المعتدلة. طيب نخش بقى على الميعاد الثالث أو العروة الثالثة. دي اسمها عروة صيفية، بتتزرع في أراضي اللي هي الوادي. دي بتتزرع امتى بقى؟ بتبقى في النص الثاني من شهر فبراير، النص الثاني من شهر 2 لحد آخر شهر مارس اللي هو شهر 3. خلاص، يبقى من النص الثاني 15 مثلا 2 لحد 31 مارس اللي هو 31/3. طيب آخر عروة أو آخر ميعاد ممكن زراعة اللي هي البطيخ في عروة صيفية متأخرة، اسمها عروة صيفية متأخرة. ده بتتزرع امتى بالظبط بالتحديد؟ بتبقى خلال شهر أبريل اللي هو شهر 4 في اللي هي محافظات البحيرة والإسكندرية. خلاص، يبقى دي الميعاد ده خاص بمحافظة البحيرة وإسكندرية. خلاص، نرجو ان احنا نركز على درجات الحرارة اهم حاجة علشان تزرع في الجو المناسب فتاخد اعلى انتاج. والاخوة العرب يعني يراعوا درجات الحرارة ويشوف تناسب انهي شهور ويزرع فيها. لو في اي سؤال سيبوا لي تحت في التعليقات وانا هرد عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.